كنت ماشية عمالة بجري وبهرب من جوزي. كنت عمالة بعيط ومنهارة في الشارع لحد لما دخلت بيت عمي وخبطت كتير. وساعتها خرج عمي ولقاني بالمنظر ده، ولقيته بيقولي في ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي حصل؟ وقتها قلت له انا بهرب من جوزي. جوزي ضربني وبهدلني وكان هيموتني. ارجوك يا عمي تلحقني، ابوس ايديك. لقيته بيقولي مش انتي عصيتيني واصريتي ان انتي تتجوزيه؟ اعمل ايه فيكي دلوقتي؟ اديكي باللي في رجلي؟ قلت له اضربني، اضربني زي ما انت عايز، بس تحميني منه. ابوس ايديك يا عمي. وقتها دخلت في حضنه وقلت له ارجوك تحميني، انت عارف اني يتيمه وماليش غيرك. انا اسفه يا عمي على اللي عملته معاك، اسفه اني اتجوزته غصب عنك، وان انا يعني ما سمعتش كلامك. انت طلع كلامك صح. لقيته بيقول لي طب تعالي ادخلي. ودخلني عمي عنده بكل ثقه. ولقيت مرات عمي بتقول لي هو انت ايه اللي جابك يا بنت انتي؟ مش انتي برضو؟ قلت لها انا عارفه، عارفه يا مرات عمي. وجريت عليها وبوست ايديها. ولقيت عمي فرحان جدا، ولقيته بيقول لها خلاص خلاص يا عزه مفيش مشكله، خليها تقعد معانا. وفعلا وقتها دخلت الاوضه اللي كنت قاعده فيها قبل ما اتجوز، وكانوا مطلعين عينيا فيها وعاملين نفسهم الاتنين طيبين يعني، وكأنهم هيساعدوني بجد. وانا كنت واثقه ان هما محتاجين لي جدا. بس انا بقى لقيت تليفوني بيرن، وساعتها رديت وقلت له ايوه يا حبيبي. اعمل ايه؟ هو انت بتكلمني ليه؟ مش احنا قلنا ان انت هتبعت لي رسائل؟ افرض عمي كان جنبي دلوقتي. لقيته بيقول لي عملتي ايه؟ دخلتي؟ صدقوكي؟ قلت له ايوه، صدقوني ان انت نادل وجبان وضربتني. ساعتها ضحك وقال لي ما اقدرش امد ايدي عليك يا حبيبه قلبي، بس خلصي، خلصي اللي انا عايزه منك بسرعه، علشان مش عايزين نطول اكتر من كده. وعايزك بكره، بكره تقولي لي ان الفلوس معاكي وان احنا خلصنا كل حاجه. قفلت السكه معاه وكنت فرحانه قوي ان هعرف اخد حقي من عمي ومراته، وهاخد كل حاجه. غيرت هدومي وقتها عشان انام، بس وانا بعمل كده اتفاجئت ان الباب اتفتح عليا ودخل ابن عمي ومراته. وقتها اتخضيت وصرخت، ولقيته وقتها طلع بره. ولقيت مراته قربت مني، ولقيتها بتقولي انت ايه اللي جابك هنا وبتعملي ايه وقلع هدومك ليه؟ كنت بتعملي ايه بالظبط؟ قلت لها ابعدي عني ومالكيش دعوه بيا، انت مالك؟ انا جوه بيت عمي. لقيتها وقتها مسكتني من شعري وبدات تضرب فيا. وهنا عمي دخل مسكها هي كمان وطلعها بره. ولقيته بيقولها مالكيش دعوه ببنت اخويا، انت مالك؟ انت واحده غريبه هنا جايه ضيفه. قالت له انا مرات ابنك. في ايه بس يا حمايه؟ هو انت ايه اللي خلاك تجيبها هنا البيت؟ ولا انت فرحان بقصه حبهم هي وجوزي؟ انت عارف ان هما كانوا بيحبوا بعض. قال لها عيب عليك اللي انت بتقوليه ده، احترمي نفسك. انت عارفه ان هما لو كانوا بيحبوا بعض كانوا اتجوزوا، بس كل واحد فيهم اتجوز. هو غلط غلطه عمره واتجوزك، وهي كمان اتجوزت واحد تاني. احترمي نفسك بقى ومالكيش دعوه بحد. واتفضلي ادخلي انت وجوزك على الاوضه التانيه بتاعت اخوه، هتقعدوا فيها. وفعلا مراته جرت ودخلت الاوضه وكانت غضبانه جدا. اما عمر بقى فضل واقف. ولقيت عمي بيقول له ادخل الأوضة مع مراتك، ومش عايز مشاكل يا عمر. أنا عارف إن اللي ما بينكم خلاص مات، وإن انتوا ما بقيتوش بتحبوا بعض ولا عايزين بعض أبدا، فكل واحد يركز في حياته، لأني مش عايز مشاكل يا عمر مع مراتك وكمان أبوها. أنت عارف إن هو صاحبي ومش عايز مشاكل. وقتها قال له حاضر يا بابا، أنا هعمل اللي أنت عايزه واللي الأستاذة عايزاه. أنا خلاص ما بقتش أصلا بفكر في الموضوع ده ولا عايز أشوف وشها. واتفاجئت النهارده ان انا شفتها، ومش عارف انت جبتها هنا البيت مره تانية ليه؟ مش دي برضو اللي كسرت كلامك وما كانتش عايزه تسمع لك؟ انا ماشي وداخل الاوضه ومش عايز حتى رد منك. وفعلا مشي عمر. وانا وقتها كنت مرتبكه، مرتبكه جدا، وحاسه ان قلبي وجعني. حب عمري كان قدامي وما قدرتش حتى اكلمه ولا اقرب منه، لان هو ما كانش فاهم انا ليه اتجوزت يوسف وسبته. ما كانش فاهم حاجه. وده اللي خلاني دخلت الأوضة وأنا حزينة، وبدأت وقتها أفتكر كل حاجة، كل حاجة حصلت. وفي اليوم ده افتكرت اليوم اللي كنت بتخانق فيه مع عمر، وقلت له ابعد عني، انت مش عارف تحافظ عليا، مش عارف حتى تتجوزني.
لقيته بيقول لي ابويا هو اللي مصعب الدنيا. انت بس تصبري عليا، وانا مش هتجوز غيرك. انا بحبك قوي يا جميله، ولا يمكن ابعد عنك. انت ازاي قادره ان انت تقولي لي الكلام ده؟ ساعتها قلت له اللي بيحبني يعمل اي حاجه عشاني. وعلى الرغم ان انا كنت عارفه انه ما يقدرش انه يقف قدام ابوه، ساعتها ضغطت عليه، ولكن هو ما قدرش يعمل حاجه لانه كان لسه ما اتخرجش من الكليه. وده اللي خلاني كنت متضايقه منه جدا. وفي الوقت ده ضغطت على عمي علشان يسيبني اشتغل، وفعلا سابني اشتغل بعد كلام كتير معاه. وكنت بشتغل في محل كنت بشتغل في محل ملابس، وببيع للزباين، وبقف على رجلي طول اليوم. وكنت على قد ما انا تعبانه، على قد ما انا كنت مبسوطه ان انا بهرب من حبي لعمر. وكمان بعاقبه ان انا بعدت عنه، وان هو لازم يعمل اي حاجه عشاني. وفضلت مركزه في شغلي. كان لازم كل يوم بالليل امسح المحل كويس قوي وانضفه. وفعلا في يوم كنت بنضف المحل، كنت قبل لما امشي، وكنت اتاخرت مع زبونه، هي يعني اللي اخرتني. وفي الوقت ده دخل عليا يوسف صاحب المحل، ولقيته بيقول لي انت لسه ما خلصتيش، المفروض كنت تمشي من نص ساعه. قلت له ايوه، الزبونه هي اللي اخرتني واشترت حاجات كتير قوي. وقتها لقيته بيقول لي برافو عليكي، كملي يلا بسرعه، وبعدين يلا عشان اوصلك. ايوه انا هوصلك، لاني خايف عليكي. وفعلا وقتها بدات امسح بسرعه جدا، ولكن وانا بعمل كده اتزحلقت للاسف في الميه اللي كانت في الارض. ولقيت يوسف قرب مني عشان يقومني، ولكن لقيته بيقرب مني بطريقه غريبه. وساعتها لقيته زقني اكتر، وقعت في الارض خالص. وساعتها لقيته بيعمل مصيبه فيا، وما كنتش مصدقه ان هو قدر يعمل كده. فضلت ادافع عن نفسي وقتها، لكني ما قدرتش اعمل حاجه لحد لما اغمى عليا. ما كنتش وقتها قادره اتحمل اللي حصل. وللاسف قمت على صوته وهو عمال بيصحيني وبيقول لي قومي عشان خاطري، انا اسف على اللي عملته فيكي، انا مش عارفه عملت كده ليه. وفضل يعيط كتير، وكان منهار وندمان بجد. انا بقى كنت ضعت وقتها، مش مصدقه اللي حصل لي. فضلت اعيط كتير واقول له ليه كده؟ ليه تاذيني؟ عملت فيك ايه؟ اذيتك في ايه يا يوسف؟ ده أنا كنت كويسه وبعاملك بمنتهى الضمير. عملت فيك ايه عشان تاذيني بالطريقه دي؟ لقيته بيقولي خلاص انا ممكن اتجوزك. ايوه انا هتجوزك، وانا صدقيني مش بقول اي كلام وخلاص. انا بكره هاجي اتقدم لك. طبعا كنت فاكره في الوقت ده انه بيضحك عليا، وما قدرتش اقول اي حاجه لعمي. وطبعا ما كنتش اروح الشغل ده تاني، وكنت واقعه في مصيبه مش عارفه اعمل فيها ايه. وفضلت قاعده في الحيره دي لوحدي. طبعا ما كانش ليا عين ان انا اشوف عمر او حتى اتكلم معاه. وبدل ما كنت بهرب منه عشان اعاقبه، انا بقيت بهرب منه لاني مش عايزاه يشوفني بعد اللي حصل ده. والغريبه بقى ان بعد يومين بالظبط لقيت يوسف فعلا جه عشان يتقدم لي، وقال لعمي ان هو بيحبني وعايزني. وقتها انا كنت مستغربه، لكني طبعا كان المفروض ان انا اتجوزه بعد اللي حصل ده. واتفاجئ عمر بيا لما لقاني بقول لعمي ان انا عايزه اتجوزه واني موافقه بعمر، وصممت كمان عليه. وقتها كسرت قلبه وجرحته، لان اللي هو عمله ما كانش يستاهل كل ده. وساعتها انا صممت على قد ما كان عمي كان وقتها معترض وقال لي لا، وان يوسف ده مش عاجبه، وان هو مش عايز لي جوازه زي دي. بس انا بقى صممت عشان المصيبه اللي كنت فيها، ومحدش كان عارف حاجه. واتجوزت وقتها يوسف اللي كان بيعاملني كويس قوي، وكان حنين معايا، وما قصرش في اي حاجه معايا. وعادت الايام وانا كمان بساعده في المحل، وكنت عايشه مبسوطه لحد كده. قلبي موجوع من اللي حصل في عمر يعني، وكمان كان قلبي متعلق بيه. ولكن خلاص، انا ست متجوزه وما ينفعش افكر كده. وعادت الايام لحد لما دخل عندي في يوم المحل المحامي المحامي اللي هو كان بتاع ابويا، اللي كان يعني بيمسك القضايا بتاعته. واول لما شافني استغرب، ولقيته بيقول لي من زمان قوي ما شفتكيش يا جميله، هو انت عامله ايه؟ هو انت صحيح ما جيتيش ليه مع عمك؟ قلت له جيت امتى؟ لقيته بيقول لي من سنه طلبت عمك انه يجي عندي، لاني كنت عايزه اقابله بخصوص الارض بتاعتك.
هو انت باين عليك ان انت بتعرفيش ولا ايه؟ انا مستغرب قوي. وقلت له ما اعرفش حاجه. هو انا عندي ارض؟ ارض ايه دي اللي بتتكلم عليها؟ لقيته بيقول لي ارض، ارض واتباعت ب1,000,000 جنيه. هو انت ازاي ما تعرفيش؟ ده انت كنت ماضيه على الورق بنفسك، وعمك قال ان انت مش عايزه تيجي تحضري يعني. وانا قلت براحتك، طالما مضيتي مفيش مشكله. قلت له انا، ولطمت على وشي، ولقيت الدموع عماله بتنزل مني. وعرفت ان عمي نصب عليا في ارض كانت بتاعه ابويا، كان اصلا شاريها بالسر، ولكن هو فتح عمي وكلمه بخصوص الموضوع ده، لانه يعني معرفش يوصل لي غير عن طريقه. وعمي ضحك عليا ومضاني وانا معرفش اي حاجه. ده انا حتى ما كنتش فاكره هو ازاي اصلا مضاني. طبعا انا ما كانش في بالي وانا بمضي ان انا بمضي على حاجه انا املكها. انا ما كانش حيلتي حاجه حرفيا، بالعكس، ده انا كنت فاكره ان عمي هو اللي بيصرف عليا لاني يتيمه. وفي الوقت ده قلت له اعمل ايه؟ اعمل ايه يا استاذ محمد؟ دبرني في المصيبه دي. لقيته بيقول لي للاسف البيع تم من سنه، خلاص ما بقاش ينفع ان انا نعمل حاجه. انا اسف اني قلت الكلام ده. قلته يعني بعد فوات الاوان، يا ريتني كنت صممت ان انت تحضري، بس حتى ما فيش في ايدينا حاجه. الورق اللي اتباع بيه الارض سليم، وما ينفعش حتى ان احنا نرفع قضيه. وقتها مش المحامي، لان خلاص اتقفلت. وما كنتش فاهمه هو انا ازاي اتضحك عليا بالطريقه دي. ولقيت يوسف بيسالني مالك، ولقيته بيقول لي متغيره ليه من وقت لما كان الراجل واقف معاكي في المحل؟ هو في حاجه؟ قلت له ده المحامي، وقال لي مصيبه كبيره. قال لي ان انا كنت مخدوعه في عمي، وفضلت احكي له اللي قال لي عليه المحامي. اتصدم وقتها، ولقيته بيقول لي لازم تردي حقك، فلوسك لازم تاخديها غصب عنهم بقى، ولازم طبعا ما تسكتيش. وقتها لقيت ان عنده حق، ولقيته عمال بيفكر معايا علشان اعرف ازاي هاخد حقي. لان طبعا لو كنت واجهت عمي اكيد كان هيرفض يديني اي حاجه، وكمان هيكذب، وخلاص ما بقاش في ايدي حاجه ان انا اعملها. فقررت وقتها ان انا اعمل نفسي اتخانقت مع جوزي، وبدات افوق من سرحاني على صوت الباب اللي كان بيخبط. دخلت مرات عمي، ولقيتها بتقولي انا مش عايزه وجودك هنا في البيت، دلوقتي ابني موجود وانت بتحرقي قلبه لما بيشوفك. وقتها قلت في نفسي احرق قلبه؟ ده انا لسه هحرق قلبك انت كمان. وقلت لها خلاص يا مرات عمي، هما يومين بالظبط وهمشي، ولا اقولك انا هتصالح مع جوزي واكيد هرجع له. طلعت من الاوضه وهي فاكره انها قدرت تضحك عليا، لكن انا بقى تاني يوم دخلت الاوضه على عمر اللي كنت عارفه ان مراته مش موجوده، وحتى عمي ومرات عمي كانوا نايمين في اوضتهم. ولقيته بيقول لي جيتي لحد هنا ليه؟ قلت له عشان تعرف ان انا لسه بحبك يا عمر. لقيته بيقول لي ما خلاص انت متجوزه واحد تاني، عايزه مني ايه دلوقتي؟ قلت له وانت مراتك دي ايه هوا؟ ما انت برضه متجوز. لقيته بيقول لي طب خلاص ما ينفعش نبقى لبعض، سمعتي ولا لا؟ دخل عليا عمي في الوقت ده، وطبعا شافنا مع بعض. وقتها بسرعه جريت على الاوضه التانية وقفلت عليا. فضل يخبط كتير، وبعدها فتح لقاني واقعه على الارض، وكنت بطلع في الروح لاني كنت بخلص من نفسي. اتصدم جدا لما عرف ان انا اخدت حبوب، وكنت عايزه اموت نفسي. وده اللي خلاني اني بسرعه على المستشفى. وهناك بقى الدكتور وقف مع عمي وقال ان انا حالتي خطيره، وان انا محتاجه عمليه ضروري. وساعتها طبعا كان لازم يمضي على الاقرار بتاع العمليه على مسؤوليته يعني. وطبعا عمي ما ترددش ان هو يعمل كده، وعشان كده دخل عليا الدكتور، ولقيته بيقول يلا يلا قومي بسرعه مبروك. واداني الورقه اللي عمي ماضي فيها، مضى بكل ارادته عن تنازل عن كل حاجه. اصل ورق الاقرار كان كذا ورقه، فما اخدش باله اصلا هو بيمضي على ايه. وطلعت بسرعه قدام عمي وقلت له انا متشكره قوي يا عمي، متشكره جدا على الامضه الحلوه اللي انت مضيتها لي، انا متشكره جدا على حقي كمان اللي رجع لي. تبيع ارض ب1,000,000 جنيه وتاخدها لحسابك وتمضيني زي الهبله وتاخد مني كل حاجه؟ اديني اخدتها تاني يا عمي، وانا استغفلتك زي ما استغفلتني بالظبط، ومضيتك زي ما مضيتني. ودلوقتي كل حاجه انت بتملكها بقت بتاعتي بتنازل منك وبمنتهى ارادتك لحد لما اخد حقي. ايوه، حاجتك في الحفظ والصون،
لحد لما اخد منها حاجتي واخد فلوسي وحقي وهرجع لك الباقي. وقتها عمي من الصدمة واقع من طوله، وساعتها في المستشفى طبعا كشفوا عليه وتأكدوا ان دي حالة جلطة. مشيت وقتها ورجعت لجوزي يوسف اللي كان مستنيني، واللي وقتها لقيته بيقول لي الحمد لله يا حبيبتي، كويس ان حقك رجعلك. كنت مبسوطة جدا بيوسف اللي كان فرحان من قلبه ليا، واللي فضل جنبي لحد ما اخدت حقي. وعرفت ان فرق كبير قوي بين واحد جبان بيحبك وما بيعملش اي حاجة عشانك، وما بين اللي بيساعدك واقف جنبك، وهو ده اللي يستاهل الحب. ومن هنا حبيت يوسف ورجع لي حقي. وحتى عمي رجعت له كل الباقي، الحاجات بتاعته يعني، لاني ما كنتش عايزة منه حاجة. عمر وقتها عرفت انه طلق مراته. اما انا بقى فكنت سعيدة جدا في حياتي. اختار الناس اللي بتحبوها، اختاروا الناس اللي تعمل كل حاجة وتحارب عشانكم، مش اللي تسيبكم في اول الطريق وتكون ضعيفة وما تعرفش بجد تدافع عنكم. كنت واقفة بكلمه في التليفون وبقول له ما ينفعش انزل دلوقتي، ده الفجر قرب يأذن، انت عايز حد يشوفني ولا ايه؟ ابوس ايديك ما تفضحنيش. لقيته بيقول لي بقول لك تعالي بسرعة انا مستنيكي، وقفل السكة في وشي. وعلى قد ما انا كنت خايفة جدا وقتها، لكن اللي كان مطمن قلبي ان جوزي مش موجود. انا بس كنت خايفة من حماتي وسلفتي، لكني جمدت قلبي وطلعت بره. بس اول لما طلعت بره اتخضيت لما لقيت حماتي قاعدة على الكنبة، ولقيتها بتقول لي ايه اللي طلعك في الوقت ده؟ هو انتي مش المفروض نايمة دلوقتي؟ قلت لها اصل انا تعبانة، وانتي عارفة ان الولادة قربت، والدكتور قال لي ان لازم اتحرك، ده انا حتى هطلع وانزل على السلالم كده علشان احرك نفسي وظهري. لقيتها بتقول لي انتي اتجننتي ولا انتي بتستعبطي، ولا اقولك روحي اعملي اللي انتي عايزاه وغوري من وشي. في الوقت ده فعلا طلعت من الشقة، على الرغم ان انا اصلا ما كنتش فاهمة ليه حماتي قاعدة كده وليه مش طايقة نفسها، لكني كبرت دماغي وقلت ماليش دعوة، كفاية اللي انا فيه. ونزلت فعلا على الدور اللي تحت، لكني وانا ماشية اتفاجأت ان في صوت جاي من الشقة، والشقة دي بتاعتنا، ايوه دي بتاعت ابني، سايباها لما يكبر يتجوز فيها. وكنت مرعوبة جدا من الصوت اللي جواها، قلت يمكن حرامي، بس افتكرت ان مفيش حد يجرؤ ان هو يدخل البيت لان ده بيت عيلة. ووقتها ما كنتش عارفة اعمل ايه. ساعتها طبعا كنت عايزة اطلع المفتاح، بس قبل ما افتح الباب اتفاجأت باللي طالعين يجروا من الشقة، ودي كانت سلفتي وجوزي. ووقتها كنت مصدومة، الاتنين كانوا طالعين منهارين لكنهم اتخضوا اول لما شافوني. وفي الوقت ده وسلفتي بتجري حصل معاها مصيبة غيرت كل حياتي، وكلنا وقتها سرنا اتكشف، لأن كل واحد كان فيه سر مخبيه. وساعتها اتقلبت حياتي تماما. والحكاية بدأت وانا واقفة انا وسلفتي في المطبخ، ولقيتها بتقولي ايه الضمير اللي انت فيه ده؟ يا بنتي حرام عليكي، بتهلكي نفسك، صحتك كده هتضيع. قلت لها وايه يعني؟ دول اهل جوزي، وبعدين عادي، انا اصلا لو عايشه في شقه لوحدي كان زماني برضو بخدم اولادي وبعمل كل حاجه. امي عودتني على كده، ان انا اللي ارضى عليها ارضى على حماتي واعملها زيها بالظبط. لقيتها بتقولي انت وامك خايبين، مش فاهمين حاجه في الدنيا. انت يرضيكي اللي حماتي عملته معايا؟ يرضيكي ان انا اقول لها تسلفني 50,000 جنيه وما ترضاش تعمل كده؟ قلت لها معلش يا صفاء، كل واحد هنا خليه في نفسه، انا ماليش ان انا اتدخل في الموضوع ده، وهي اكيد اضرب نفسها. انت بس اطلبي منها تاني وكمان تكون رايقه كده ويمكن تديهم لك، هو ده اللي انا اقدر اقوله. وسبتها وقتها ودخلت الاوضه عشان ارضع ابني، سبت الاكل اللي كنت بعمله وكنت هرجع له تاني. وساعتها قلت له وبعدين في العيله اللي انا قاعده معاهم دول تعبت قوي يا يوسف، لو تكبر دلوقتي كده وتقف جنبي وتسندني وتخليك جنبي علشان السر اللي انا مخبياه ما تفضحش وكل ده ما يضيعش هدر. وفي الوقت ده دخل عليا جوزي ولقيته بيقول لي هو انت ايه اللي مقعدك كده؟ مش عارفه ان انا عايزه اتغدى؟ قلت له ما انا واقفه من الصبح اعمل الغدا وابني بيعيط عايز يرضع. يا حبيبي هو انت مش عارف ان المفروض ان انا اشوف ابني الاول؟ ما انا صحتي ضايعه عليكم. لقيته بيقول لي هو انت هتعايريني؟ هو انا كل لما اجي اكلمك ولا اقعد معاكي في الاوضه تقولي لي نفس الكلام؟ على الرغم ان انا ما اتكلمتهوش، بس فضل يزعق كتير قوي، وده كان العادي بتاعه. وقتها كنت متضايقه لكني ما ردتش عليه، واخر لما زهق ساعتها طلع من الاوضه.
وانا وقتها بعت رسالة لماما علشان تكلمني، ولقيتها بتقولي مالك، مالك يا نور عيني. قلت لها ولا حاجة يا ماما، مخنوقة بس شوية وقلت اتكلم معاكي. اصل انا لسه متهزقة من جوزي دلوقتي حالا، وبصراحة كده مش طايقة نفسي. لقيتها بتقولي استحملي يا حبيبتي، استحملي، استحملي وعيشي. قلت لها ما انا عايشة يا ماما اهو، هو انا قلت حاجة؟ بس انا بقولك مخنوقة. سلفتي كل شوية تقومني على حماتي وعايزة تخرب لي حياتي بأي طريقة. انا بس مخنوقة ومش عايزة اعيش في الشقة دي، وجوزي مش عايز يسمع كلامي. من اول لما قلت له خلينا نقعد في شقة لوحدنا وهو بيتنرفز عليا كل شوية، وكل شوية يدخل يهزقني ويتلكك لي، على الرغم ان انا ما قلتلوش حاجة غلط. لقيتها بتقولي خلاص، ابقي نفذي اللي انت اتفقتي عليه معايا وامني نفسك، وبعدين بيعملي اللي انت عايزاه، حتى لو عايزه تسيبي له البيت وتمشي. ساعتها قلت لها النهارده يا ماما هنفذ اللي قلت لك عليه. وقفلت معاها السكه، وافتكرت وقتها الاكل اللي كان في المطبخ. حطيت ابني على السرير ورحت المطبخ مره تانية، ولقيت سلفتي طالعه منه. دخلت على طول وبدات اخلص الاكل، جهزت كله، وبعد ما حطيته على السفره كلنا اتجمعنا وبدانا ناكل. كان كله طبعا عمال يبص للتاني، وكله عمال يتكلم في مواضيع، الا انا كنت سرحانه، سرحانه وخايفه جدا، لحد لما لقيتهم كلهم ناموا مكانهم. وساعتها قمت من مكاني ودخلت على اوضتي. ساعتها حركت السرير بتاعي وبدات افتش في المكان اللي كنت شايله فيه الفلوس. ايوه، طلعت كل الفلوس اللي كنت مخبياها، وساعتها خبيتها ورجعت كل حاجه مكانها. وبعدها نزلت على طول، قابلت امي اللي كانت واقفه في الشارع، وساعتها قلت لها الحمد لله، كل حاجه تمت زي ما انا كنت عايزاها، محدش كده عرف حاجه، اديني طلعت بالفلوس من غير ما حد يحس. لقيتها بتقولي برافو عليكي، ايوه كده جمدي قلبك، ولما اقولك على حاجه بعد كده تسمعيها، ده من حقك ان انت تامني نفسك. اديكي شايفه جوزك ملوش امان، ده غير سلفتك اللي عايزه تخرب حياتك، ده غير حماتك اللي كل يوم بحال. ربنا يا بنتي يتوب عليك من العيشه دي وتعيشي حياه احسن من كده. ولو انت دلوقتي عايزه تيجي معايا عند بيت ابوكي انا ما عنديش مشكله. قلت لها لا يا ماما، انا هرجع على البيت، هروح اشوفهم لا يكونوا فاقوا علشان ما حدش يحس باللي انا عملته، وبعدين هجيلك مره تانية. ومشيت ماما وقتها وانا كنت سرحانه، ايوه خايفه برضو بعد كل اللي حصل، لكني اتخضيت لما شفته قدامي، وده كان سيف، ولقيته بيقولي معقوله، معقوله اشوفك كده بالصدفه؟ ساعتها قلت له الصدفه ساعات بتخليك تشوف حاجات مش عايز تشوفها، ولو سمحت عدي بقى كده او سيبني انا اعدي. لقيته بيقول لي ليه، ده انا ما صدقت ان انا اشوفك، معقوله هو انا ما وحشتكيش زي ما انت وحشتيني؟ وقتها قلت له لا، لا وحشتني ولا حاجه، انا ست متجوزه واديك شايف قدامك اهو، قربت كمان اولد ومعايا عيل زي القمر اي حد يتمناه. لقيته بيقول لي ما انت السبب، لو ما كنتش نشفتي دماغك وسمعتي كلام امك كان زماننا متجوزين والعيال دول عيالي. قلت له يا سلام، هي الخيانه دلوقتي بقى ليها مبررات؟ انت اللي خنتني قبل فرح بيومين، ومع مين؟ مع واحده قريبتي. طب ليه كده؟ هو انا كنت عملت لك ايه؟ ولا اقول لك العتاب ملوش اي لازمه، بقول لك انا ست متجوزه وبحب جوزي جدا كمان وعايشه تحت رجله. وساعتها بصيت له من فوق لتحت ومشيت. كنت عارفه ان انا وجعته بالكلام، لكنه كان يستاهل، هو اللي باعني وتخلى عني، مع اني اكتر واحده حبيته في الدنيا دي واكتر واحده ساعدته لما كان لوحده. رجعت وقتها البيت وكانوا لسه ما فاقوش، قعدت على السفره وبدات اكل وهم كلهم نايمين، وكنت عماله ابص لهم وانا اصلا تعبانه. وساعتها افتكرت اللي عملوه فيا قبل كده، وده اليوم اللي حماتي عزمتني فيه، وساعتها انا رحت بكل براءه. وعلى الرغم ان انا كنت لسه مخطوبه في الوقت ده، حماتي طلبت مني ان انا انضف لها البيت، بس انا ما قدرتش اقول لها لا، على الرغم انها كانت ممكن تقول لي سلفتي انها تعمل لها، بس انا كبرت دماغي وعملت ده بكل حب. وبعد ما خلصت كان الكل اتجمع، حماية وكمان خالد وحتى سلفتي. وفي الوقت ده حماتي بدل ما تشكرني لقيتها طالعة من الأوضة وكانت عمالة بتصرخ وتقول ان دهبها ضاع واتسرق. وساعتها قالت انت الوحيدة اللي دخلتي الأوضة وكنتي بتنضفيها، طلعي يا مريم الدهب اللي انت سرقتيه، عشان كده عيب.
يعني معقولة ان انا امن لك وانت تطلعي خاينة؟ ساعتها كنت مصدومة ومش مصدقة اللي بيتقال عليا. حتى خالد ما قدرش وقتها انه يدافع عني، وكلهم صدقوا ان انا اخدت الدهب وسرقته، لكني فعلا ما عملتش حاجة. وساعتها بعد ما اتبهدلت بكلامهم في الوقت ده حماية حكم ان انا اقلع شبكتي كلها وان انا اديها لحماتي، يعني مكان الدهب اللي ضاع. على الرغم انها وقتها فتشتني وما لقيتش معايا اي حاجة، ومن وقتها كنت مظلومة، لكني قبلت ان انا اتجوز خالد فعلا علشان بس اخد حقي. ومن وقتها وانا بحوش لحد لما جمعت مبلغ كبير، وساعتها قدرت أأمن نفسي واخد حقي كمان منهم من غير ما اسرق او اعمل اي حاجة غلط. كنت باخد بس اللي بيتبقى من جوزي، وكمان شوية مصاريف كانت في البيت، وده كان من حقي. بدأوا كلهم يفوقوا قدامي، وساعتها كنت بصلهم باستحقار. وطبعا لما استغربوا من اللي حصل لهم، انا بقى في الوقت ده قلت ان انا معرفش حاجة، ودخلت بعدها اوضتي. وعدت الايام بعد كده لحد لما في يوم كنت قاعدة مع ماما، ولقيتها بتقولي ان في محل للبيع. وساعتها قالت ان صاحب المحل ده يبقى سيف، والمحل ده كان ورثه عن مراته، اصلها ماتت وورثها. في الوقت ده قلت لها بلاش، ابعدينا عن سيف يا ماما. لقيتها بتقولي ده محل لقطة، وبعدين سيف هيكرمك. على فكرة بقى، سيف اعتذر كتير قبل لما تتجوزي، وجي كلمني عليكي، بس طبعا خلاص كنت انتي هتتجوزي وهو كانت مراته عايشة، وما قدرتش اقولك الكلام ده. واستغربت وقتها ان هو كان حاول ان انا ما اتجوزت، حاول كمان يبوظ جوازتي، وانا ما كنتش اعرف. بس ما كانش في حاجة هتتغير. وقتها اقتنعت بكلام ماما، ورحت فعلا اشتريت المحل ده. ولقيت وقتها فرح جدا ان انا اللي هشتريه، وساعتها اتحمس قوي، ولقيته بيقولي انا عارف تجار كويسين، بدل ما تقفلي المحل او تغيري المجال بتاعه، انا ممكن اعرفك على التجار اللي ممكن يشغلهولك، ويعني مش هتدفعي كتير في البضاعة دي. انا بس لولا ان انا محتاج فلوس ما كنتش بعته، بس انا رأيي خليه زي ما هو، ولا انت ليكي رأي تاني؟ كنت سرحانة وهو بيتكلم، ولقيته خايف عليا جدا، وكمان عايز يعمل لي اي حاجة يعوضني بيها على اللي فات. ولقيت كلامه مقنع. ساعتها سمعت كلامه، وفعلا عملت المشروع ده واشتريت المحل. وكمان هو عرفني على تجار، ده كمان كان ماسك لي المحل، وكان بيعمل فيه كل حاجة، وكان أمين جدا معايا، وعمري ما كنت بتعدى حدودي معاه. لحد لما عدى الوقت، ولقيته في يوم كلمني آخر الليل، كان وقت الفجر كده، ولقيته بيقولي إن هو مسافر، ولقيته بيقولي إن أنا أنزله علشان أخد الورق بتاع المحل، وكمان أخد فلوسي. ولكني أنا كنت رافضة، لكنه صمم إن هو ينزلني يعني. وساعتها لما نزلت اتفاجئت إن جوزي وسلفتي كانوا تحت في الشقة اللي هو كان جوزي شاريها، كان شاريها لابني الصغير. واتفاجئت إن هما كانوا مع بعض، وطلعوا وقتها وكانوا عمالين يجروا. ما كنتش فاهمة حاجة من كتر الصدمة، لكن الغريبة بقى إن سلفتي وهي أصلا بتجري اتكعبلت من على السلم. والغريبة إن هي وقعت مرة واحدة، أيوة وقعت من على السلم واتخبطت في راسها، وسحت في دمها مرة واحدة. الصدمة وقتها كانت مأثرة عليا، ومش مصدقة كل اللي أنا شفته ده في لحظة. أيوة دي كانت حاجة غريبة. وساعتها قلت له إيه اللي حصل يا خالد؟ هو أنت كنت بتخوني مع مرات أخوك؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ لقيته بيقولي ما خنتش ولا حاجة، أنا ما كنتش معاه بنعمل حاجة أنا وهي، تصدقيني هو ده كل اللي حصل. وساعتها ما قدرتش يكمل الباقي. وطبعا وقتها كانت حماتي نزلت، حتى سيلفي كان شاف كل حاجة. وفي الوقت ده الشرطة جت، وكمان الإسعاف اللي كانت لازم تاخد سلفتي، وهو ده اللي حصل. لكن الصدمة بقى لما جوزي بدأ يتكلم، وهنا قال إن هو وسلفتي كانوا جوه الشقة فعلا، بس كانوا بيشربوا ممنوعات، هي كمان بتشرب زيه، وكانوا قاعدين في الشقة لأنهم في واحد جاب لهم الحاجة دي. والمشكلة إن جوزي اتخانق مع الراجل اللي جاب لهم الحاجة، اتخانقوا يعني على الفلوس، لأنه كان عايز فلوس زيادة، وكمان كان بيهددهم إن هو هيفضحهم. وده اللي خلى جوزي فضل يضرب فيه لحد ما الراجل ده مات في إيده، وعلشان كده كانوا بيجروا من الشقة. وطبعا جوزي راح في داهية، حتى سلفتي شالوا كمان الراجل اللي كان موجود جوه الشقة. وأنا وقتها على قد ما أنا كنت مصدومة وتعبانة وما كنتش مصدقة اللي حصل، على قد ما أنا كنت متوقعة من جوزي وعيلته أي حاجة ممكن يعملوها زي ما ظلموني قبل كده. وفي الوقت ده رحت قابلت سيف اللي كان قرب يسافر، وساعتها وقفت قدامه
وكان باين عليا ان انا متبهدله. وفي الوقت ده قلت له ما تسيبنيش يا سيف وتسافر، ابوس ايديك ما تمشيش. لقيته وقتها استغرب، لكني حكيت له على كل حاجه، ولقيت وقتها ما صدق وفعلا قرر ان هو ما يسافرش. ومن ساعتها فضل وقتها فعلا ياخد باله من كل حاجتي، لكننا ما كناش بنتكلم كتير لحد لما اتطلقت وخلصت من جوزي. وكمان في الوقت ده كنت ولدت ابني. وعدى الوقت لحد لما خلصت عدتي، وسيف كان اول واحد جنبي، واتجوزت انا وهو. وربنا عوضني بيه عن كل حاجة شفتها، مهما كانت المصاعب اللي انت فيها، ومهما كانت ظروفك وبيبانك مقفلة. خلي عندك يقين انها تفتح في يوم من الايام، والنصيب مش بيقف بس عند اللحظة اللي انت فيها، ده في خير كتير ربنا كتبه لك، وده لما يكون عندك يقين بالله. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل القصص الجديدة. ولو انت بتتابعنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك.